السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في تغطية خاصة ومثيرة لهذا النزال الحاسم والذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر. اليوم عيون عشاق الكيك بوكسينج متجهة نحو الحلبة وفي مواجهة قوية. ندخل الآن أجواء النزال. أنيس بوزيد الذي لا يزال حديث الجميع بعد فوزه الصاعق في نزاله السابق عندما أنهى خصمه بالضربة القاضية خلال الثواني الأولى، ها هو يعود من جديد إلى الحلبة مفعما بالحماس والإصرار على تكرار الإنجاز أو حتى التفوق عليه. الخصم هذه المرة ليس سهلا، مقاتل عنيد وذو سجل محترم، لكننا نعلم جميعا أن أنيس لا يخاف التحدي، بل يصنع من كل نزال قصة تروى. الجولة الأولى انطلقت، وأنيس يبدو أنه اختار الدخول بأسلوب المقاتل الأعصر في خطوة تكتيكية قد تربك خصمه. لكمة قوية مباشرة على الجسم، بداية نارية، لكن انتبهوا، نلاحظ أيضا بعض الاندفاع الذي قد يكلفه كثيرا. يجب أن يحافظ على توازنه الدفاعي. الخصم يتحرك جيدا ويبحث عن ثغرة. الآن لحظة مهمة، أنيس يطلق لكمة صاروخية تستقر على كبد الخصم. سقوط. هل انتهى الأمر؟ لا، الخصم ينهض، لكن الضرر واضح. ضربات أنيس موجعة. نعود للجولة الثانية. الخصم بدأ يغير من أسلوبه، يحاول أن يفرض نسقه، وأنيس يرد بذكاء. هجمات متبادلة، والخصم ينجح أحيانا في استفزاز أنيس، لكننا نعرف أن بوزاد يملك الذكاء الكافي لعدم الانجرار إلى فخاخ خصمه. الجولة الثالثة. العرق يتصبب، الأنفاس تتلاحق، نزال متكافئ حتى الآن. أنيس يبدو مرهقا قليلا، لكن عزيمته أقوى. يتحرك بدقة، يدافع، يضرب ويكسب نقاطا ثمينة. والآن القرار، لا، ليس هناك فائز بعد. جولة إضافية. الجمهور يصرخ، التوتر في أوجه. أنيس يدخل الجولة الرابعة بروح قتالية جديدة، كما لو أنه تلقى دفعة معنوية خارقة من مدربيه بين الجولات. ضربات دقيقة، حركة ذكية، قراءة ممتازة للخصم، ويبدو أنه بدأ ينهك خصمه تدريجيا. الوقت ينفد والثواني الأخيرة تمر. أنيس يضرب، يراوغ، يتفادى. النهاية اقتربت. الحكم يعلن القرار، والنتيجة الفوز لأنيس بوزيد. يا له من نزال، يا له من مقاتل. أنيس أثبت اليوم أنه ليس فقط يملك الضربات القاضية، بل يملك أيضا الذكاء والتكتيك والقدرة على الصمود أمام خصم عنيد. والآن أنيس يتأهل للنهائي، حيث سيواجه المقاتل القوي إيراج. فهل يفعلها مرة أخرى؟ هل يتوج باللقب ويثبت أنه نجم المستقبل في الوزن الثقيل؟ نترككم مع هذه اللحظات الرائعة، ولا تنسوا دعمنا بإعجاب واشتراك، فأنتم من يصنع الفارق. والسلام عليكم ورحمة الله. Bien joué, Jeanne.